سلام سلام أسولتي وش راكم؟ يدرا وراكم لاحقين مع حلوة تاع العيد. خدمتو راه مازال البنات على اليوم جيتكم بوصفة تاع مشيمشة سهلة واقتصادية صراحة. أنا في العيد ما نفضلش كامل قاطو لي فيه الكلاصاج والشيكولا، نشتي حبة حاجة تكون سامبل. سورتو في رمضان، على بالكم بلي أنا كنا خارجين لسه من الصيام. المعدة تاعنا مش موالفة بالحوايج هذو تاع تخلاطوا مع الهباليش. انايا وفي ولا عيد فات عليا درت كلاصاج ولا شيكولا ولا نشتي حاجه سامبل وساك. نبداو بالوصفه تاعنا. ابداو لي الفيديو بجاميه زينات. هنا عندي انايا باطا زبده مارغرين 250 غرام، درت معاها زوج حبات بيض، كاس زيت، بلا ما تنساو رشة الملح اكيد ضروريه. وعندي هنايا كاس سكر البنات. هنا بالنسبة للسكر أنا كنت استعملت سكر عادي حرش، مش سكر قراسي البنات. نخلطهم مليح مليح بالباتور حتى يجلسوا معنا المكونات. ونجو هنايا نضيفو الفارينة، بلا ما ننساو راني ضفت هنايا نصف كاس نشاء مايزينا. هنا عندي باكي ونص نتاع خمارة الحلويات. ما تخافوش منها البنات، لانه الحلوى تاعنا هذه لازم تجينا بومبي. على هذه استعملنا فيها واحد ونص خمارة. نجملو المكونات كامل مليح كيما راكم تشوفوا هنايا، كيما اي عجينة نتاع صابلي ومرفة تخدمي بها. راني ضفت هنايا نص كاس تاع مايزينا باش ما تنساوش البنات. وهنا المايزينا قادرين تستغناو عليها الا كانت الفارينة تاعكم نوعية مليحة. انا الفارينة تاعي حسيتها كحلة شوية ومش مليحة. كانت عندي نتاع الاغواط 10 كيلو. الوغ زدت لها نصف كاس نشاء. نتمو نزيدو هنا بالفارينة بشوية. الفارينة هنا يضيفوها على دفعات، والفارينة هنا تاعكم لازم تكون مقاربلة مليح، هوها مليح باش ما يخرج لكمش الفقاعات في الحبيبات نتاع الكاطو نتاعكم. وبالنسبة للعجنة هذه، انا جاتني عجنة كبيرة وقطعت لي كمية كبيرة. بصراحة أنا ما كملتهاش كامل لأنه مانيش طايقة، راني مريضة. تصلاه راني ندير في حبيبات برك نتاع الفال. العجينة اللي بقات لي كنت خبيتها في الكونجيلاتور، ما يصرى لها والو البنات، نورمال. كاش ما مرة ان شاء الله نكون لاباس عليا وطايقة نرجع نخدم بيها. هاد المرة انا استعملت ثلث الكمية فقط، خرجت لي 35 حبة. انتي لا درتي الكمية هذه كاملة راح تخرج لك 80 حبة، من 70 حبة حتى ل 80 حبة، لأنه الحبة تاع الخوخة مش راح تكون كبيرة ياسر. هنايا نجون بعد ما كملنا العجينة تاعنا، نجو هنايا نديروهم دوائر يكونوا صغار، ما تكبروش دوائر هنايا ياسر، لأنه أكيد راهي فيها كمية خمارة كمية كبيرة راح تزيد تنتفخ معاكم في الفور. هنايا نكورهم كامل. اللي عندها الميزان هنايا تستعمل، واللي ما عندهاش عينك ميزانك. انا ماني طايقة ما والو، قلتلكم راني هات الله، راني قلت ندير حبيبات للفعل برك ونشارك معكم. انا درتهم ديراكت كيما راكم تشوفوا، عيني ميزاني. كورت الحبات هذو كامل ودخلتهم يطيبوا. هنا كل وحده والفور تاعها طيبيها من تحت. بعد ما تاخذ لك اللون ذهبي، ثم هذيكي طفي عليهم، تخليهم حتى يبردوا شويه ونجو نقلاصوه مع بعضنا. واللي راهي اول مره تشوف الفيديو تاعي نقولك حبيبتي ما تنساش تشتركي في القناه وتخلي لي جام، وخلوا لي البنات تعليق محفز بيشجعني ونزيد نشارك معكم المزيد. انا يا الحلوى تاع العيد راني كملتها ودرت حويجه من كلش، وراح نشارك معكم الوصفات الاخرين باذن الله تعالى فيديوهات القادمه. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس هكذا كيم باش يلحقكم كل جديد. ان شاء الله راح نشارك معكم كامل الحلويات اللي راح نديرهم. هنا انا كنت حكمت كونفيتير، درت له شويه تاع كاوكاو وشويه حلوى تورت، خلطتهم مليح بالمقرف برك، وجيت لصقت هنايا الحبات نتاوعي. قادرة هنا تستعملي اي حاجه عندك، معجون، توفيا، شيكولا،
أي حاجة تلصقي بيه الحبات نتاعك عسل، كونفيتير، أي حاجة متوفرة عندك. أنا كي بقاتلي من القاطو اللي كنت راني خدمتو، بقاتلي شوية كاوكاو، شوية حلوى تورك، كونفيتير، خلطتهم مع بعضهم وقلت لما لا، علاش ما نديرهمش هنايا. وراني نسيت حاجة البنات، هنا هذا القاطو احنا نقولولو المشيمشة، وكاين اللي يقولو قاطو الخوخة. هنا كاين اللي يحب يحشيه من الداخل، تحكمي الموس تاعك وتحفري الحبة تاعك، تحفريها مليح مليح، تحفريها ومن بعد هذاك كيما نقولو حنا القاطو اللي راكي جبدتيه منها، اللي حفرتيه وجبدتيه، هذاك تروحي تضيفيلو الكونفيتير ولا التوفية مع الكاوكاو، حلوى تورك، أي حاجة كانت متوفرة عندك ضيفيها له. ومن بعد بكل سهولة في بلاصة كيما وين حفرتي تروحي تحشيهم بهذاك الخليط. هذه هذه إضافة برك أنا نحسها حاجة اللي طايق يديرها واللي مش طايق يخليها كيماك وراح تجي البنة تاعو هايلة. برك هذيك إضافة لأنه إحنا كيما نعرفو كامل المشماش عندو النواة هذيك، وهذه الحاجة نديروها كزيادة شغل باش هذه المشيمشة تكون عندها لداخل نواة، وحتى تجي بنتها مليحة. برك أنايا قلتلكم مانيش قادرة كامل أني نزيد فوق طاقتي، راني نخدم كيما نقولو بالسيف وخلاص، والحمد لله على كل حال. شوفوا البنات، هنا أنا الحبات جاوني شوي صغار، إلا كنتو نتوما تحبوا حجم كبير كبروهم على الحجم اللي درتو أنايا. هنا أنا كان عندي كونفيتير ميّاتو بماء الزهر، نص درتلو لاروم تاع البنان والنص الآخر درتلو لاروم تاع الفراز. وإلا كان الكونفيتير مش متوفر عندك هنايا قادرة تستعملي شاربات عادي كيما مرفة طيبيها نورمال، والله عسل، وتقسمي الكمية تاعك، نص ديري لها لاروم تاع البنان ونص الآخر لاروم تاع الفراز، وتجي من بعد ترمديهم هنا في السكر، سكر حراش نورمال. شوفوا هنا كي راكم تشوفوا راني نلمد فيهم في السكر هذاك، وكي يبس معايا هنا السكر الكمية اللي راهي زايدة من الفوق ماذا بكم تنحوها، ما تخلولوش طبقة خشينة تاع السكر، راح يجي يقهم. هذا القاطو انا كنت وحمت عليه ملي كنت بحملي، واحدة حبيبة لينا ربي يحفظها ان شاء الله، كانت خدمتولي نذكرها بدعوة خير، ربي يحفظها ان شاء الله. اليوم حبيت نعاود نشاركو معاكم كيما راكم تشوفوا كامل، نقطصهم في الكونفيتير تاعي هذاك، ومن بعد نجي نرمدهم في السكر. انا هنا استعملت كونفيتير برك، وكنت ميزته بماء الزهر خففته شوية، ولا ما كانش متوفر استعملي هنا لاروم. شوفوا انا استعملت مش حتى نصف الكمية، أقل من نصف العجينة. شوفوا شحال راهي عطاتلي الله يبارك 35 حبة. وبالنسبة للتزيين هنايا أنا كنت استعملت الأعواد اللي يجو مع النعناع اليابس عادي، هذوك درتهم كيما راكم تشوفوا، استعملت نعناع الأخضر عادي وكنت زينت به، وراهم يتباعوا هذوك الأذناب تاع الكرز واجدين. أنا حبيت ندير حاجة بسيطة واقتصادية لأنه مش رايحين يتاكلوا، رايحين يتلاحوا برك. مع السلامة حبيباتي، في أمان الله، ما تنسوا تشتركوا في القناة.